السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة تانية على قناة جرافيكس جيم. أنا النهاردة بنصور تاني بودكاست من استوديو سين، وبنستضيف الفنان التشكيلي الأستاذ محمد عبد الرسول. عرفنا من بنفسك أستاذ محمد. محمد عبد الرسول، فنان تشكيلي ومصور ومخرج. أهلا وسهلا بك يا فندم. بالنسبة للتصوير والفن والرسم والإخراج والقصة الكبيرة دي، يا ترى كانت البدايات في البداية كان شكلها إيه؟ هي البدايات كانت بسيطة جدا، يعني البداية كانت من وأنا صغير جدا. يعني كنت برسم زي أي طفل بيشوف ورقة وقلم وبيشتغل عادي بيشخبط على الورق. الفرق كان إن والدتي ربنا يخليها، يعني هي اللي خدت بالها إن الشخبطة دي مش شخبطة طفل، يعني مش بيعمل رسم بتاع أطفال. قدرت تلمس ان في موهبه محتاجه ان هي تتراعى خدت بالها ان الخطوط مش خطوط بتاع الطفل بيشخبط، فبدأت تهتم بالحكايه ديت. في انها كانت في اعياد الميلاد بقى، بدل ما تجيب لك الهدايا العاديه لا تجيب لك حاجات مخصوصه للشغل ده، سكتشات مثلا، الوان وحاجات زي كده. تمام. عشان تعمل ايه، يعني نوع من التوجيه الغير مباشر. يعني انت بتحب حاجه فتجيب لك الحاجه اللي بتساعدك في الحاجه اللي بتحبها. وده شيء كويس جدا طبعا، ان الاسره في البدايه هي بتبقى الدافع الاولاني، ان لما تلاقي بذره فنيه فبتبتدي ان انت ترعاها، وبتبتدي ان انت تديها مثلا ايه المجال ان هي تنمو وتتطور. وده دور مهم جدا لاي اسره في اي بيت عموما. خدت بالك ان هما الطفل او اذا كان طفل او اثنين او ثلاثه ايا كان العدد، يبقى فيه اهتمام مش بس المراعيه في الاكل والشرب والمصاريف والمدارس، وده فيه لازم المراعيه في مناطق المواهب ديت، لان ديت بعد كده بتحدد شخصيه الطفل. اكيد طبعا، هي دي بتشكل الكيان الايه الاولي اللي منه هينطلق بقى الطفل اكبر. وكمان بتبعده بقى عن سكك كتير ممكن تاخده في اماكن مش كويسه يعني. ايوه تمام. بالظبط. هو الفن عموما بيهذب البني ادم وبيطلع بني ادم مختلف عن اي حد تاني ما هواش عنده البذره الفنيه دي. بالظبط كده احكي لنا برضه عن البدايات كده، مثلا الاسره راعت ان الجزء الفني دوت وبدات ان هي تطور فيه. هل الاسره ليها خلفيه فنيه في الاصل؟ انا عندي مثلا والدتي بتحب الديكور، يعني مثلا تلاقي في البيت كل فتره تغير شكل البيت بشكل معين، تحط حاجه هنا تعمل حاجه هنا، ليها رؤيه في الموضوع ده. عظيم، يعني في برضه خلفيه فنيه. وعندي ثاني اصغر خالي يعني ما بيرسم، هو على فكره بالمناسبه مهندس معماري. عظيم جدا. بالك. وعندي ابن خالة والدتي رسام بالفطرة على فكرة من غير دراسة. ايوه. رسام رائع جدا، يعني فوق الخيال. عظيم جدا. كان من الناس اللي كنت بحب اقعد جنبهم عشان اتعلم منهم واشوفهم بيرسموا يعني. عشان تتعلم منه ازاي البدايات شكلها ايه. عظيم جدا. كان بيعمل حاجات، يعني من ضمنها انه كان بيرسم لاين واحد من غير ما يشيل ايده من على الورق. يعني الفكرة كله بياخد بلاين واحد، خط واحد يرسم بيه كل المطلوب منه او الرسمه اللي في خياله. فكان تقعد جنبه بنبهر جدا بشغله يعني. عظيم جدا. عظيم. الناس اللي اثروا فيها جدا. عظيم جدا. طب بالنسبه مثلا للدراسه، مثلا في المدرسه كان ايه الاخبار؟ كان مثلا برضو كان في حد بيراعي هذه الموهبه؟ والله ده حقيقي. يعني انا يمكن الفتره بتاعتي انا يمكن كان مختلف شويه عن دلوقتي. يعني كانت المدارس زمان مش زي دلوقتي. انا طبعا مش هقول زمان عشان ما حدش يقول انا كبرت قوي، يعني لا احنا مش من زمان قوي. يعني احنا جيل برضو بقى قبل الانترنت، يعني ما كانش فيه التقدم دوت في المدرسه في الابتدائي كنت في مدرسه الإقبال القوميه. تعتبر زي المدارس التجريبيه دلوقتي. عظيم. فكان في مدرس هناك، يعني مدرس ممتاز جدا وشاب. هو كان شاب يعني طبعا بوقتها. كان بيبهرني جدا بقى بشغله. يعني كان بيقف وهو بيعلمنا حاجات معينه، بيرسم بالطباشير على السبوره، ودي كانت بالنسبه لي حاجه قمه الابهار. يعني الطباشير اصلا ماده صعبه انك تستخدمها، او ماده يعني مش سهل انك تطوعها تعمل بيها حاجه، يعني انت فاهم. فكنت بقعد دايما في الحصص بتاعته اتابع شغله، وكنت بقعد دايما اتفرج على اللي هو بيعمله على السبوره. كان بالنسبه لي ايه. وده برضو من حظك كويس ان انت تقابل مثلا مدرس عنده الموهبه الفنيه وعنده الحاجه اللي ممكن يقدر ان هو يديها للتلميذ ده، بحيث ان هو يطور من الموهبه اكتر. ده جزء مهم جدا طبعا. والجزء الثاني ضمير المدرس نفسه. ايوه. خدت بالك في ان هو يعلم الطالب بشكل مظبوط.
مش اللي هو حصه رسم فيلا ارسموا واعملوا اي حاجه وبتاع ما يشغلش دماغه. لازم يبقى يعني عنده الضمير في ان هو يوصل المعلومه وينقي الموهبه ويطورها. لان كان زمان المدارس كانت الحصص الفنيه دي كانت مهمه جدا، يعني كانت بيخصصوا لها حاجات مخصوص يعني. مثلا التربيه الفنيه ليها حصتين، التربيه الصناعيه ليها حصتين، الزراعيه ليها حصتين، وفي مواد بتدرسها يعني، في كتب بتنزل مناهج زي مناهج كده. طبيعي طبعا. فكان الموضوع الاهتمام والضمير بتاع المدرس كمان طبعا ده شيء مهم جدا جدا جدا. لما طلعت بقى من ابتدائي ودخلت اعدادي نفس القصه، بس طبعا كنت بدات بقى ايه اتطور اكتر شويه ومهاراتي تبقى اعلى، لان انا دايما مستمر في التدريب. يعني انا مثلا طول ما انا قاعد الاستمراريه في العمل. طبعا انت بتتعلم حاجه فلانيه فانت بتدور على المصادر وشوف ان انت تتعلم اكتر واكتر. هقول لك على حاجه، هي عامله زي اللي بيلعب رياضه. لو توقف خلاص اللي عمله راح. كل المجهود اللي عمله ده بيختفي. يعني حتى كمان الاجسام لازم دايما تدريب. طبيعي طبعا طبيعي. عشان تفضل مستمره في حجمها ده لازم على طول بتدربها. لو وقفت فتره تدريب كل ده بينزل. بالظبط كده بالظبط. المهم بعد اعدادي لما دخلت ثانوي بقى هنا المرحله اختلفت تماما. في اولى ثانوي كان في مدرس ربنا يمسيه بالخير لو هو عايش والله يرحمه لو هو مات. وانا بقول الجمله ديت عشان ما تنكروش فضل اللي عندكم اي حاجه. طبيعي من علمني حرفا صرت له عبدا. يعني التعليم ده شيء مهم جدا جدا فوق حد يتخيل. وخصوصا لما يكون حد عنده ضمير في انه يعلمك. ضمير المعلم. وايمانه بانك انت تملك موهبه. اكيد ليه. فالاستاذ ده بدا يهتم او بدا يشوف شغلي، شاف ان في حاجه مختلفه طبعا عن الطلبه. لان هو كونه فنان هو عرف ده خطه كذا، ده في موهبه ده هاته. يبتدي ان هو مثلا يخصك بحاجه معينه او يدرس لك البيزكس الاساسيات عشان انت تتطور في هذا المجال. الحاجه الثانيه والاضافه بقى ان هو مش مدرس رسم بس. مدرس ايه كمان؟ هو خريج فنون جميله. يعني حد متخصص كمان، يعني مش مجرد بس كده. طبعا رؤيته للحاجه بتبقى مختلفه جدا، عارف ان اللي قدامه ده عنده الملكه ولا لا. الى جانب ان هو مهاراته في الرسم كمان مختلفه جدا، عالي جدا لدرجه ان انا كنت بشوف شغله بحس ان شغله مطبوع مش مرسوم. دقه بقى ونور وظل وقصه كده. وتاتش القلم بسنس حساس جدا لدرجه ما يبينش ان القلم خط على الورقه اصلا. انت بالك. فجاوبت مره، انا بالمناسبه كنت بحضر او بروح المدرسه عشان احضر حصتين الرسم دول. يعني انا المدرسه بالنسبه لي كانت يعني كنت بتروح المدرسه عشان تحصل الرسم بس انا رايح بقيت المواد هنا المذكر ماليش دعوه خالص انا وانا عايز احسن الرسم بس ما فيش رسم النهارده مش عايز اقول. فلقيته في مره بيقول لي لا انت ما تقدريش الحصتين الرسم هنا في الفصل. فانا ازاي ايه ده غريبه جدا. انت بتقولي ليه كده؟ يعبر مثلا مش عارف، انا مش فاهم يعني، انا استغربت. فقال لي تستناني في اوضه التربيه الفنيه. انا قلت انا عملت ايه عشان يحصل كده يعني؟ حاجه غريبه جدا. فلما رحت اوضه التربيه الفنيه هو راح الفصل قال لهم يعملوا اي حكايه. جاني هو بدأ بقى يعمل معايا لأني مرحلة تانية في مستوى تاني في شغله. ده هو بدأ يخصك بحصة مثلا معينة وبيزكس معينة، لأن هو شايف إن في موهبة فنية مش لازم إن هي تضيع كده. ومحتاجة التعليم بقى، محتاجة الأساسيات. ده حد مؤمن بالموهبة ومحتاج إن هو فعلا يخصك بمجموعة بيزكس معينة عشان تطور من نفسك. ده بالظبط كده. بدأ يقعد معايا يديني الأساسيات اللي كانت بتفضل جوه الكلية، الحاجات الأكاديمية بقى. كأن انت دخلت فعلا بالظبط كده سيكتنج اللي هو مثلا ايه الشغل الاكاديمي. بالظبط كده. سبحان الله. هو نقلني لمرحله ان انا في طالب في اولى ثانوي ان انا طالب في اعدادي فنون في الجميله. جميل جدا جميل جدا جميل جدا. ربنا يبارك له فعلا. حاجه لا جميله جدا. لا انا ادين له كتير لانه فعلا نقلني مرحله تانية تماما. زين جدا. عارف زي فكره ايه يعني لما تبقى مثلا في شغل الجرافيك عندك تعمل حاجه 2 دي ثم انت تحولها 3 دي. بتتجسم بقى وبيبقى فيه ظل وملمس وقصه تانية خالص. ده حقيقي. فكل حصه او كل مثلا عندك الرسم مثلا بتبقى حصتين في الاسبوع. كل مره بقى يديني حاجه شكل واتدرب واجي اوريله.
عظيم جدا، ازاي. عظيم جدا. وبعدين من مرحله الرصاص دخلنا في الالوان، ومن الالوان دخلنا في الوان الزيت وازاي وخلط الالوان ونظريه اللون والعلاقات اللونيه والحاجات دي كلها. دراسه بقى ثانيه خالص بقى طبعا. نقلني بقى، لقيت نفسي الحاجه ما كنت مثلا ارسم على التخته، وطبعا التخته دي جيرفنا يمكن كتير ما يعرفوهاش، بس يعني ان هي الترابيزه فاز الخشبه القديمه في المدرسه مثلا في ثانوي واعدادي وهكذا. ديسك بقى اللي احنا باللغه الحديثه. ديسك. فكنت برسم مثلا كوره بالضوء والظل ونسب وبتاع. المدرسه دي فتوصل لمرحله ان هي تبقى مجسمه، لدرجه ان كانت في ناس تبقى عايز تاخد الكوره دي من على الترابيزه. انا اعرف ان في فعلا فنانين كان يرسم مثلا ستاره مثلا على الحيطه، واللي يشوف الستاره مرسومه على الحيطه بيبتدي عاوز يشيلها من على الحيطه. ما هو دي هي قد كده قد كده حقيقيه يعني. على فكره بالمناسبه عليها الاستاذ سامع، دي مدرسه في فن التشكيل اصلا، اللي هي بيسموها الرياليزم. الواقعيه كمان الشديده بقى، يعني كان الواقعيه الشديده، اللي هي كمان لو كانت متصوره بكاميرا مش مرسومه. دقه بقى شديده جدا في التفاصيل. طب هو ازاي قدر ان هو مثلا يرسم مثلا ستاره على الحيطه فيبتدي الشخص يتوهم ان هي حقيقيه؟ يعني المخزون البصري طبعا بالنسبه له، البصري والتدريبات، وان يشوف ده في الريل لايف، ان شايف ده في الحقيقه، فبيخزن المخزون البصري بتاعه ويبتدي ان هو ينتج هذه الصوره الحقيقيه دي مرسومه بنفس بقى النسب وبنفس الالوان وبنفس الضوء والظل. زين. طبعا دي مهاره شديده مش اي حد اللي يقدر يعملها، ان يشوف الحاجه بالظبط ينقلها هي على ورقه او ايه. انت شايف التفاصيل، وعشان تبقى كده لازم في فتره قبلها من التدريبات والمذاكره والتمارين وحاجات كتير قوي بتتعمل عشان توصل مرحله ان عينك تشوف الحاجه فتنقلها بالظبط زي ما شايفاها. بالظبط، بالنور بالظل بالتفاصيل وعلى فكره يعني في الحته دي هي ميكانيزم جوه الجسم. العين بتشوف صوره، ايوه، بتترجم تروح للمخ. المخ ما بيشوفش صور. المخ بقى بلغه الكمبيوتر، زي انت تبقى فاهم الحكايه دي. ايوه، بيترجم الصور لاشارات كهربائيه. ايوه بالظبط كده، خدت بالك. وبعدين ينقل الاشارات ديت للجهاز العصبي. ايوه، فينقل الاشارات ديت للايد، فالايد تبتدي تترجم الاشارات ديت تحولها لصوره تاني. اذا في توافق عضلي عصبي ما بين الصوره اللي الانسان شافها وبين ترجمتها في البروسيس اللي انت قلت عليه، ان هي توصل لايدك وتبتدي تترجم فعلا اللي انت شايفه بالظبط. الاختلاف بيجي منين بقى؟ ان لو عينك مش متدربه كويس، ايوه، الترجمه او التحويل من الصوره لاشاره كهربائيه بتبقى مش طب انا مثلا كجرافيك ديزاينر او كفنان او كرسام في البدايه، ازاي ان انا ادرب عيني عشان اوصل للمرحله العظيمه ديت؟ انك تبص تتفرج تشوف الحاجه كتير، يعني تدرسها بعينك الاول. طبعا. يعني انا مثلا دلوقتي قدامي الكوبايه دي، ايوه، انا شايفها من منظور افقي، اللي شايفها من فتح هنا اهو، اللي هي بيسموها بيرد اي. شايفها من منظور افقي. خدت بالك. الضوء بتاعها جاي من هنا، ففي ظل هنا، في مش عارف ايه التقسيمه دي، حركه الكوبايه شكلها عامل ازاي. ايوه، خدت بالك. طول ما انا قاعد طبعا هو النور والظل هو اللي بيحدد شكل الشيء اللي قدامك. طبعا النور والظل، الصوره فلات ما فيش صوره اصلا. اذا النور والظل هم اساس كل تكوين التصوير، الرسم، الجرافيك، اي حاجه. نور وظل هم دول اساس كل حاجه. تخيل معايا ان مفيش شمس، مستحيل، خلاص كله فلات، مفيش مش ظلام، مش اي حاجه. كده سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى عمل الشمس الصبح عمر بالليل. ايوه، مش يبقى فيه دايما نور بالظبط. عشان دايما يكون في نور، حتى بالليل يكون في نور، عشان يكون قادر تشوف. بالظبط كده. يعني انا مثلا في البدايات كانت العلماء كانوا مفكرين ان الانسان بيطلع نور من عينه فيشوف الحاجه. بالظبط. بعد كده جه حسن ابن الهيثم قال ايه؟ قال لا، ده في اضاءه بتاعت الشمس بتنعكس على الحاجه وتيجي للعين فيبتدي ان انت تشوفها، وبدليل ان انت مش بتشوف في الضلمه. بالظبط. لو العين بتاعنا بتطلع الاشعه عشان ما كانوش اخترعوا الكهرباء، ما كانوش اخترعوا الكهرباء، ما كانوش اخترعوا الاضاءه بالفعل. عظيم جدا. طيب الفرق بقى بين او النقله ما بين الرسم والتكوين بتاع الرسم والاتقان دوت، النقله بقى للتصوير. يعني انا عرفت ان انت سلكت الايه، القصه بتاعت التصوير، وعندك كاميرا وبتعمل فوتو سيشن وبتعمل القصه دي كلها.
ايه بقى النقله ديت يعني جت ازاي التطوير ده؟ والله بص، النقلة ان انا هي نفس الحكاية بالنسبة لي. يعني انا برسم بايدي على الورق وبرسم بالكاميرا. بترسم بالكاميرا. اه فاحنا بقى ايه يعني زي بترسم بالكاميرا دي؟ يعني انا مثلا لما باجي ارسم لوحة ببتدي احط الاوبجكت اللي هرسمه، اذا كان شخص او حاجة جماد يعني، او منظر طبيعي لاندسكيب يعني. فابتدي بشوف الكادر اللي هرسمه، وابتدي بقى اذا كان محتاج اضافات، بحط يعني محتاج اضاءه، محتاج حاجه معينه، ابتدي اكون الصوره، اعمل لها تكوين. اه وبعدين ابتدي احط الكاميرا واخد الكادر اللي انا شايفه بعيني بكل اضاءاته بكل حركاته بكل الحاجات، وفيها المؤثرات بقى اللي انا حاططها اللي فيها اللمسه الفنيه زي ما يعني مثلا هي اختلفت التولز بس. اختلفت التولز بالظبط. يعني انت هنا مثلا في التصوير انت بتستخدم الكاميرا والاضاءه. وده على فكرة من ضمن آراء الناس، يعني المتخصصين وفنانين وبتاع، قالوا لي إنك بترسم بالكاميرا. عظيم. يعني النور الكاميرا والنور. لا أو حتى كمان قالها لي، أنا أخدت ورشة مع أستاذ سعيد شيمي، ده أهم مدير تصوير في مصر. اعرف طبعا ده حد عظيم جدا جدا يعني. لما عرف إن أنا فنان تشكيلي قال لي جملة مهمة جدا. هو على فكرة محب الفن التشكيلي جدا، اي ومقتنع تماما ان المخرج او المصور او اصله فنان تشكيلي هيبقى اعظم مخرج او اعظم مصور. لان هو جايب اصل الموضوع. الله ينور عليك. لان الفن التشكيلي هو المدرسه الاجماليه لكل الموضوع، رسم، تصوير، اخراج، كل الموضوع في الفن التشكيلي. الرسم، انا كفنان تشكيلي في لغه السينما اسمه مخرج كادر ثابت. مخرج كادر ثابت، عظيم جدا. في السينما اسم المخرج كادر متحرك. تمام. ايه العلاقه ما بينهم؟ ان هي نفس الفكره. في الكادر الثابت بحط عناصر، في الكادر المتحرك نفس العناصر بس فيها حركه. اي تمام. خدت بالك؟ تمام. التكوين بقى، انت ازاي اوزع عناصري، ازاي احط اضاءتي، ازاي اطلع صوره. وده طبعا اللي خلاك بقى بعد كده تتطور او تخش في قصه ان انت تعمل سينوغرافيا للمسرح. طبعا ده موضوع كمان مهم جدا. ان ده برضو مشهد انت محتاج ان انت بتوزع ان ايه الايتمز بتاعتك باضاءاتك التكوين بتاعه على المسرح بيحكي المشهد. وانت قلت معلومه مهمه جدا يمكن كتير ما يعرفهاش، وفي من اللي بيشتغل في المسرح كمان ما يعرفوش الفرق ده. ايوه. السينوغرافيا، جغرافيا المشهد. السينوغرافيا هي المشهد اللي انت بتشوفه على المسرح، الممثلين بالملابس بالاضاءه بكل توصيله، كل حاجه انت شايفها على المسرح. هو دوت المشهد في المجمل عشان السينوغرافيا تكتمل. حتى لو انت شفت الجمله هتلاقي الجمله لو قسمتها سينوغراف بالك اللي هي الصوره المرئيه او المشهد المرئي او جغرافيا المشهد يعني. خدت بالك؟ فدي الحاجه اللي انت شايفها على المسرح بكل تفاصيلها بقى باضاءاتها. يعني مثلا لو فرضا ان انت مثلا بتعمل مشهد على المسرح لبيت ريفي مثلا، اكيد هيختلف تكوينك واضاءتك وشكلك عن ان انت مثلا بتعمل مشهد في فيلا. طبعا التكوين بقى والملمس كمان والاضاءه الخافته مش عارف شكلها ازاي، الحاجه اللي موجوده في الزاويه المعينه، التكوين كل ده هو ده اللي بيوصل المشهد في الاخر. طبعا لبس الممثل، الوان لبس الممثل، الوان الاضاءه اللي بتتحط في المشهد، كل حاجات بتختار بعنايه لان بيبقى ليها مدلول درامي في المشهد. عظيم جدا. فانت بقى ايه يعني بترسم بالكاميرا وفي نفس الوقت بقى عندك انت ايه يعني حاجتين متمكن منهم، الرسم سواء مثلا في الخامه نفسها واللي انت بتشتغله. وانا برضو عرفت ان انت تطورت في الرسم دوت وبدات ان انت تشتغل ديجيتال بينتنج. ايه بقى القصه دي يعني ازاي انت قبلت ان انت يعني تتخلى عن التولز الملموسه وتلجا ان انت ترسم على الجهاز او ترسم ببرنامج؟ هل ده مثلا ضاف لك ولا دوت طوعته ازاي ولا الدنيا كده ازاي؟ بص هقول لك على حاجه. هو انا بالنسبه لي طبعا بفضل ان الحاجه اللي ملموسه بايدي ورق والوان، وان انا الخبط الالوان وايدي تتبهدل وهدومي تتبهدل، دي ليها حاله خاصه، ليها حاله ثانيه. التطوير بقى تطور بالك، ما ينفعش يبقى الفنان واقف في نقطه معينه وما يتطورش معاها وخصوصا في مجاله. لازم كل يوم لازم كل يوم في جديد كمان. فلما ظهر موضوع الديجيتال بينتنج بقت عندي مشكله، انا هرسم ازاي الديجيتال اصلا يعني. همسك واشتغلت على فكره بالمناسبه قبل ما اعرف حكايه القلمه والقلم التاتش ومش عارف ايه والحاجات دي، يعني اشتغلت رسم بالماوس نفسه.
ودي كانت صعبه جدا، مش عايز اقول لك كانت قد ايه. يعني مش على شاشه تاتش اساسا، مش على شاشه تاتش، بالماوس، اه عايزه تمكن عصبي فظيع. ازاي انت تقدر تمسك الماوس وتبتدي ان انت ترسم بيه؟ ده موضوع صعب يعني. بترسم بقى بورتريه وترسم عينين ومناخير ومش عارف ايه يعني، وعملت تجارب بده فعلا. فاهم ازاي؟ لما عرفت بعد كده بقى فكره اللابات التاتش والقلمه وبتاع، لقيت الموضوع لا، طب ما ايه الاختلاف؟ الاختلاف الوحيد بس ان انا مساحه المكان اللي هشتغل فيه اقل. ايوه، التولز اللي عندي كل اللي انا محتاجه موجود، وعندي باليتة الوان كامله. مش محتاج بقى انك تجيب الوان وتشتري الوان وتقعد بقى تخلق الوان كل ما ممكن تشتغل. عايزها اي كانت الدرجه دي موجوده معايا. السماء الانما رصاص موجود، الوان مائيه موجود، الوان مش فلقيت الموضوع هوب الدنيا وكل التولز اللي انت عايزها موجوده على الجهاز، مساحه صغيره، مساحه صغيره ومن غير مجهود كبير. اضافه. فده يخليك تركز اكتر في ان انت ترسم بقى. بالظبط، انت بتركز تركز في الرسم فقط عليه. مش بقى طب انا الخامه دي مش معايا، رغم ان انا كنت بوجد حلول برضه حتى لو خامه موجوده. يعني كنت بعرف اوجد حلول. زي ايه مثلا؟ يعني انا كان بيجي عليا اوقات مثلا معيش خامات ارسم بيها، فكنت برسم بالقهوه. ترسم بالقهوه؟ يعني مثلا عايز لون بني فابتدي تاخد القهوه ارسم بيها. فبنشتغل بحاجه اسمها مونوكروم، يعني اللون الواحد. يعني ترس ولا كويس ولا ايه؟ شيء جميل جدا. طب بالنسبه مثلا للمشاركات اللي شاركت فيها، مثلا شاركت في معارض، شاركت مثلا في اعمال فنيه، مثلا في المسرح، مثلا في السينوغرافيا، الحاجات دي كلها كانت ايه الاتجاهات دي؟ والله بص، انا زي ما قلت لك، انا بعد كده بدات اروح طبعا ادريس اسكندريه، وتعرفت على دكتور شاكر هناك. وبعد كده اتعرفت على الفنان التشكيلي الرائع والعظيم الاستاذ عصمت داوستاش. طبعا ده استاذ كبير جدا، كبير جدا يعني. ده رسام، فنان تشكيلي ومصور وناقد فن. حد مهم جدا جدا في مجال الرسم. ده حقيقي. الراجل ده مش عايز اقول لك انه الاب الروحي بالنسبه لي. عظيم جدا. الراجل شافني وشاف شغلي وبتاع. عايز اقول لك ان هو اهتم بيا كما لو كنت ابن. حتى من ضمن كلامه اللي كان بيقوله لي، كان بيقول لي انت من الفنانين القليلين المختلفين عن الفنانين اللي بيجوا لي في المرسم عندي هنا. قلت له ايه الاختلاف؟ قال لي في فنان بيرسم من الواقع اللي هو بيشوفه، تيبيكال زي بالظبط، اللي هو التسجيل اللي بيسجل. وفي اللي بيرسم من الخيال. قال لي انت بتجمع من الاثنين، يعني انت بتعرف تعمل ده، تعرف تعمل ده. عظيم. الميزه الثالثه انك انت كفنان بتيجي عندي في مرسمي وليك شخصيه، انت جايب شخصيتك اصلا. ايوه. فبيقول لي ان كل اللي جولي في المرسم عندي تحولوا من فنانين الى نسخ في عصمت. بيقلدوه. من كتر حبهم فيه فبدا يتجهوا في مدرسته. لكن انت مثلا ليك شخصيتك الخاصه بالنسبه للفن وبالنسبه للرسم يعني. ده جه منين بقى؟ ايوه، من البدايات اللي احنا لسه كنا بنقول عليها. التوجيه اللي في البدايه هو خلق شخصيتك انه الشخصيه بتتخلق جوه الموهوب في اي مجال من خلال التجربه. يعني طول ما انت بتجرب. وعلى فكره التجربه او التجريب عموما هي المدرسه الام لكل الفنون. مدرسه تراي اند ايرور، ان انت ممكن تجرب وتخطئ بحيث ان انت تثبت موهبتك دي. حتى في العلم، بالعلم كله قائم على التجربه. عظيم جدا. بالك يعني النظريه بتخرج ثم تجرب، يعني بتنفذ النظريه. التجربه لو التطبيق بيثبت النظريه. لو اثبتت النظريه فاصبحت قاعده. بالظبط كده. انت فاهم ازاي؟ فهي التجربه معموله عشان كده يعني نظريه، بعد كده تطبيق، بعد كده خلاص بقت قاعده ثابته بقى. اللي بعد كده اللي بيجي بعد كده بيطبق اللي عمله اللي قبله فيجيب النتيجه على طول. ما بياخدش التجربه بتاعت ان انا بفكر او ان انا مثلا لسه نظريه ويا ترى صحيحه ولا لا. خلاص هو بياخد القاعده ويبتدي يشتغل عليها، ينفذ عليها. ثم بقى الابداع بيجي فين بقى؟ من ان انا اكسر القاعده ثم اخلق قاعده جديده. دي برضو من الحاجات المهمه جدا. مثلا برضو برضو انا احب اضيف بس حاجه برضو، ان انا مثلا كمصمم جرافيك او كفنان مثلا في الحته بتاعه الجرافيك وكده، انا برضو يعني حته ان مثلا سؤال مثلا، هل المصمم الجرافيك ده لازم يكون عارف يرسم ولا لا؟ هو اللي احنا اتقال لنا في البدايه انه لا، بس انا شايف
انه المفروض ان المصمم الجرافيك يكون برضو عنده الخطه بتاعت انه عارف يرسم، تمام كده. فانا برضو ايه اتعلمت من استاذ محمد برضو بعض المصطلحات او بعض الحاجات بالنسبه مثلا للنور والظل. واحكي لي ايه موضوع النور والظل، اهميته ايه؟ النور والضوء، او بص اقول لك، من غير نور مفيش شكل. اه خد بالك، يعني احنا الحاجه الكوبايه اللي قدامنا دي مثلا لو مفيش نور انت مش هتشوف. مش هتشوفها فلات، مش هتشوفها او مسطحه زي ما انت بتقول كده بالظبط. هي بتتجسم امتى؟ لما يكون في نور وظل، بيبقى في نور. او منطق بقى الاضاءه حتى في الورشه اللي عملتها في المركز الامريكي كنت بلعب معاهم في منطقه يعني ايه نرسم بالنور ويعني ايه نرسم بالظل. اه يعني انت فاهم الفكره؟ نرسم بالنور ونرسم بالظل. يعني انا في الرسم ابتدي ارسم مناطق الظل فقط، فالعين تبتدي تكمل الاماكن الفاضيه بان هي نور، فتشوف انت بالظبط. تشوف حدود الحاجه. بالظبط. خدت بالك حتى لو انت مش راسمها، فالعين بتكمل الشكل حتى لو انت مش حاطه، ولكن انت حطيت لها اللاين الخط اماكن ده مثلا بنسميه حاجه اسمها نيجاتيف سبيس مثلا، هو ده حاجه شبه كده يعني حاجه زي كده. حاجه زي كده خدت بالك، او ترسم بالنور بس. خدت بالك، فبالتالي النور هيدي لك اماكن الضوء. هي علاقه سواء ده او ده. العلاقه موجوده، يعني حتى انت لو في اي صوره خدت بالك، حتى كل المصورين اللي بيشتغلوا في مجال التصوير او في اي حاجه هيبقوا عارفين النقطه ديت، ان اي صوره هيبقى فيه اضاءات. خدت بالك، دايما هتلاقي الحته الغامقه في الصوره دايما تلاقي وراها حاجه فاتحه. تمام. دايما هتلاقي الكونتراست ده موجود على طول، وطبيعي على فكره، هو ما بيبقاش مقصود ان انت تعمله، هو اصلا ده بقى التكوين الطبيعي بالظبط كده. عشان كده دايما لما نيجي نصور او نيجي نحط اوبجكت عشان نصوره، لازم نهتم بمصادر الضوء، ولكن في نفس الوقت خلفيه الشكل ده هيبقى عامل ازاي، عشان الشكل ده يتجسم قدامنا واخد النور بشكل مظبوط ويبقى بشكل مؤذي يعني. بس الموضوع فكره الضوء والظل دي حاجه اساسيه، ما ينفعش في كل مدنيه. عظيم جدا. مرحله بقى ان انت اتنقلت من الرسم والبدايات والبيزكس دي كلها لمرحله التصوير. ان انت بدات بقى ايه تخش في مجال التصوير، وان انت تحب الكاميرا، وان انت تاخد كادرات وتصور مشاهير وتصور سيشنز والحاجات دي. احكي لنا برضه الموضوع ده يعني جه ازاي؟ بص، هو الموضوع ما يختلفش كتير، ولكن هو التولز اللي اختلفت. التولز نفسها، فاهم ازاي؟ يعني انا في بدايه الموضوع بتاع التصوير ده كنت يعني بدات احط فكره ان انا عايز اعمل لوحه متصوره. فاهم ازاي؟ يعني بنفس قواعد الفن التشكيلي في توزيع الاضاءه وتوزيع الاوبجكتس اللي انا تصور. خدت بالك، انت توصل مثلا بدل ما انت بترسم ده بس انت هتلقط ده بالكاميرا، ترسم بالكاميرا. خدت بالك. هنا بقى التولز بتاعتي في الرسم هي الكاميرا والاضاءه. بالظبط كده، هي دي التول. مع اختلاف التول. بالظبط كده. الاداه نفسها هي ديت اللي هتعتمد عليك طريقه بقى ايه اخراجك لهذا العمل. يعني بالمناسبه التصوير وقواعد التصوير اساسها متاخده من الفن التشكيلي. ليه بقى؟ احنا عندنا في عصر النهضه وفي العصور القديمه الرسامين زي مثلا ليوناردو دافنشي، ريمبراندت، مش عارف ايه، الناس دي كلها كانوا دايما تلاقيهم في البلاط الملكي. يعني في البلاط الملكي من حاشيه الملك، من ناس مقربين من الملك. الله ينور عليك. ده بقى في العصر الحديث اسمه المصور. انت بالك، يعني مثلا في حدث تاريخي بيحصل، في يوم جايب الملك والملكه والاسره عشان يرسم هذا الحدث. يرسم التتويج مثلا، تعمل لوحه ويوزع اضاءه ويوزع الناس واللبس ومش عارف ايه، كل القواعد، لان هو دوت اللي بيوثق الحدث. يعني من غير الرسام دوت او من غير المصور دوت الحدث خلاص اتبخر ومش موجود. بالظبط زي ما كانوا بيحصل ايام الفراعنه، التوثيق بالرسم. لازم يرسم الحدث او يرسم لما الموقف نفسه. بالظبط. لما بدأوا يعملوا الكاميرا بقى بتعمل ايه بقى؟ انها بتحبس الضوء في الكادر اللي هي شنفاك. فانت بالك، فبيعمل نفس القواعد اللي بيعملها الفنان التشكيلي في اللوحه. هو بيوزع الحاجات اللي هيصورها ويعمل اضاءته واللبس والالوان ومش عارف ايه، وبعدين ياخد الكادرات بتاعته، بس من غير ما يقعد يرسم وياخد وقت طويل في الشغل. هو بيعمل تكوين للصوره، او يبتدي ان هو يوزع اضاءه ويوزع الشغل بتاعه، ويبتدي يلقط هذه الصوره
الفرق ان هو يعمل ايه دوكيومنتيشن يعني بالظبط. توثيق للحدث مش نفسه. الفرق بقى ما بين المصور اللي عارف القاعدة دي، المصور اللي هم دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله بقى كتير جدا. مصورين كتير ماسكين كاميرا وهو مش للأسف مش فاهمين الاوبشن بتاعت الكاميرا وموديل ودراسه ورسمه تصحيح. الحكايات اللي احنا قلناها دي كلها هي اصلا مش موجوده عندنا او ما بيساووش. طب انا عايز مثلا ايه نصيحه للشباب مثلا اللي هو طالع مثلا شغوف بالكاميرا وشغوف بالرسم والاضاءه والكلام ده كله، يا ترى نصيحتك ايه بقى للناس الجديده ديت؟ بص هقول لك على حاجه بالنسبه للشباب. عايز اقول نقطه مهمه جدا، يعني اتعلم واعرف وحط نفسك في التجربه، بس لازم تبقى عارف ان في اساتذه، في ناس قبليك درست وتعبت وعملت. بالنسبه للموضوع النصيحه للشباب، يعني انا عايز اقول لهم حاجه مهمه جدا. يعني اذا كنتوا بتتفرجوا علينا او على ناس تانية، لازم تعرفوا ان الناس ديت ما خدتش المعلومه بالساهل، ان احنا تعبنا وكافحنا وسعينا ورا المعلومه طبيعي عشان نوصل لمرحله ان احنا نبقى فاهمين اللي احنا بنعمله ونبقى عارفين قواعد كويس جدا. حته ان انا اتعلم بالساهل دي، الحاجه اللي بتيجي بالساهل بتروح بالساهل، وما مش هتتعلم حاجه لان المعلومات كتير جدا على النت، هتبقى انت مش عارف انت عايز تاخد ايه من النت. فطبيعي ان انت تكون في حد معين انت بيوجهك زي ما حصل في البدايات. التوجيه مهم جدا، والتوجيه ده هيفيدك انت شخصيا، هتبقى انت عارف انت رايح فين. لان انت طول ما انت قاعد على النت هتلاقي ده بيقول لك معلومه، ده بيقول لك معلومه، ده بيقول لك معلومه، طب انت هتاخد مين فيهم؟ هي الفكره في السيلف ستادي ان البني ادم نفسه يبقى عارف هو عاوز ايه الله ينور عليك، او مركز فيه. بالظبط. طيب بالنسبه للثوره الجديده اللي هي الذكاء الاصطناعي وقصه الذكاء الاصطناعي اللي هو بيتطور بشكل مرعب، ايه رايك في الموضوع ده؟ انا عايز اقول لك انا بص، انا اكتر واحد ممكن اكون بحارب الفكره دي. بتحارب الذكاء الاصطناعي؟ ده بيحارب الذكاء الاصطناعي، خدوا بالكم الفنان ده بيحارب. ليه بقى؟ ليه بيحارب الذكاء الاصطناعي؟ اللي بتفهم ده واحد. ايوه هو بص، انت شايف ان هو اضافه بشكل او باخر؟ طب قول لي ايه النظام؟ هو بيكريت مثلا حاجه هو بيكريت، انت بص قلت ايه؟ هو بيكريت، انت بتعمل ايه بقى؟ يعني انت بكمل بس رايك بس عشان بس اعرف بالكامل. الفكره قايمه على ان الذكاء الاصطناعي قائم على ايه اصلا؟ داتا وبرومبت وصف معين بتقوله له فبيبتدي ينكري. بياخدها من مين؟ بياخدها من الناس. بالظبط، انت فاهم، معلومات موجوده على الانترنت فهو بيحاول يوظفها. مجموعه تجارب بيتشحن بيها او بيتغذى بيها، ثم انت بتجي له تكتب له سكريبت معين. هو بيعمل سيرش سريع على الداتا اللي عنده وبيطلع لك صوره ويعمل لك الميكس اللي هو شبه اللي انت عايزه، فيطلع حاجه منسوخه. اي مش ارتستيك ومش فنيه، لان هي حاجه ما فيهاش روح يعني. يعني ما فيهاش روح الفنان نفسه في ان هو بايده عمل الحاجه دي. هو روح الفنان ايه يا جماعه؟ هو روح الفنان هو بيرسم او هو بيصور او هو بيعمل اي عمل فني، جواه مشاعر، جواه الفيلينج اللي جواه. الحاجات دي بتأثر على شكل الصورة، ثقافته بتأثر على شكل الصورة، إذا كان رسم أو تصوير أو إخراج أو أيا كان المجال اللي شغال فيه، حتى التصميم على فكرة. لو أنت حالتك نفسية مش كويسة بتطلع شغل مش حلو. ممكن، وارد جدا طبعا. الانفعال بتاعك نفسه بيترجم على الديزاين أو بيترجم على الورقة. أنت تعرف إن بره في أمريكا وفي الدول الأوروبية اللوحة بتتقيم مش بس على تاريخ اللوحة أو الفنان اللي رسمها، لأ، بحالته، انفعاله وهو شغال على اللوحة. بالظبط. طيب الإبداع نفسه بقى بالظبط. تعمل. طب الذكاء الصناعي بيعمل إيه بقى؟ خدت بالك؟ بينسخ او بيمسخ، مش عايز اقول ينسخ، يمسخ كل التجارب دي. خدت بالك؟ مجرد تكتب له كلمتين تقوم يطلع لك حاجه مبهره جدا. خدت بالك؟ طب الابهار ده هو بيعتمد على فكره الابهار، فانت تشوف حاجه قويه. خدت بالك؟ لكن فنيا لو انا كتبتها بقى اكاديمي، دي فاشله جدا ومش حقيقيه وفيك وفيها مشاكل كتير. يعني انت مشكلتك مع الذكاء الاصطناعي ان هو بيدي حاجه جاهزه من غير تعب ومن غير روح، من غير روح الفنان وانفعاله في اللوحه. وفي اضافه بقى فوق ده، طيب، ان الذكاء الصناعي دلوقتي في مراحله الاولى. المراحل اللي بعد كده مش هيبقى في حد بيعمل حاجه،
موضوع الذكاء الاصطناعي دخل مثلا في الرسم والفيديو والصوت وحاجات كتيره جدا. كل الحاجات دلوقتي، حتى الكتابه، السكريبتات، مش عارف اي حاجه، عايز تكتب سيناريو يقول له الفكره ويألف لك الموضوع. بالظبط بالك. بالظبط. فبيحصل ايه بقى؟ الاستسهال اللي احنا قلنا عليه في الاول في ان احنا ندور على المعلومه في النت، بقى الاستسهال دبل. طب ان انت بتعمل حاجه مش انت ما بتعملش حاجه اصلا، مجرد بس بتقول له وصف وهو بيتم الموضوع. تطرق الفكره على بالك ثم تتعامل ايه. عظيم جدا عظيم جدا. فبتبقى انت فين الابداع بقى في الموضوع ده؟ وبعد كده مش هيبقى في حد بيعمل حاجه بقى خلاص. كل خير ان شاء الله. يعني ما نعرفش بقى الطريق الذكاء الاصطناعي ده هيودينا لفين. اشكركم جدا على هذه المتابعه، وان شاء الله في لقاءات تانية كتيره ان شاء الله جايه في البودكاست. وبنشكر استوديو سين على استضافته لهذه الحلقه او هذا البودكاست. واذا انت وصلت لهذه المنطقه في الفيديو، فرجاء بقى ايه الكومنت، لو عايز تسال على حاجه اللايك والشير والكومنت. وان شاء الله يكون في لقاءات تانية جايه كتير ان شاء الله، ونقدر ان احنا نفيدكم بخبرات عظيمه جدا، ونطور من الشغل بتاعكم ومن معرفتكم بالفن والفنانين. عايز تقول حاجه اخيره للشباب؟ اتعبوا شويه. هي دي الحته. حاول تلاقي المعلومه اللي انت عاوزها، حاول تركز، حاول تطور من نفسك بحيث ان انت توصل ل الاحسن والاحسن ان شاء الله. ان شاء الله. اشكركم جدا، والى لقاء اخر في جرافيكس جيم.